السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم المايسترو أيمن. اليوم شرحنا جديد اللي هو كيفية الهجوم على المواقع عن طريق CMD اللي دوس تاب. شرحنا سهل وبسيط، خليكم وياي. الشرح هو سهل وبسيط، فقط تدخل على ابدأ. كان عندك ويندوز عربي او انجليزي من ندخل على ابدأ، نكتب هنا بالبحث CMD. هاي انا شرحي ترى للمبتدئين لان اكثريتهم ما يعرفون، ما لا اللي يعرفون، يعني حبيت اطرح هذا الشرح. نكتب CMD وننطق انتر، راح يطلع لنا هنا هذه النافذة. هذه النافذة شنو راح تكتب بيها؟ هذه النافذة تكتب بيها بان BIN وتعطي شفت فاصلة ونروح للموقع اللي هو اليوم عندنا هجوم بيه عليه الموقع. هذا الموقع www studio وزارة السفلة. فقط هنا تخلي الماوس وكليك ايمن تحرير لصق، تمسح هاي الفاصلة وتمسح HTTP، هذا تمسحه بحيث تخلي بس www نت هاي او تطق انتر. طلع لنا اي بالموقع، وانا اي بالموقع هم كليك ايمن وتحديد الكل، هذا اي بالموقع. شو تسوي له؟ تروح هم كذلك كليك ايمن، شو تسوي له؟ اي نسخ، خليه مستند مفكرة. هذا اي بالموقع مثل ما تشوفون. هسه انا اللي نريده شنو؟ اللي نريد نكتب بن بالمستند بن وشفت ناقص هذا الناقص وتي وشفت وتعطي نسق هذا الاي بي. هذا هسه هيك تسوي، تعطي نسخ. هذا ما لنا دخل بعد، طلعناه. شو تسوي انت؟ ظل هنا مثلا نسخة كم مرة حتى تدور. شو تسوي له؟ طي تحرير. هنا ملفات، هاي الحفظ باسم ملف، تحفظ هذا الملف. سطح المكتب CMD، تكتب DAT بهيج صيغة راح تحفظ الملف. هاي نقطة تبقى هنا حفظ. هسه انحفظ مثل ما تشوفون. هسه طلع لنا هذا هنا مثل ما حفظته. هذا السدها بعد ما. المهم احنا سوينا كل شيء وخلاص، بس تظل عليك بس تضغط عليها تفتح. هو وحده راح يهجم، ظل تفتح هو وحده. هذا الدور هو وحده يمشي. هسه هذا وحده دور يهجم على الموقع. انت ما يعني بس تخليه التركه ما يأثر عليك، هو وحده بس تفتح تزيد عدد شاشات الهجوم، هيك راح يهجم وحده على الموقع. كان معكم اخوكم المايسترو ايمن. لايك واشتراك دعمكم للقناة وشكرا.